الانسان بيتطبخ. بصي اصلا من الاول هو الانسان بيتطبخ اصلا، يعني جسمه بيتطبخ. ربنا يحكي عن الحكايه بتاع ثم جعلنا الكذا كذا، جعلنا المضغه عظاما نطفه علقه مضغه. بيتعمل البني ادم، بيبدا بسال وسال ويروح ويبداوا يترصوا جنب بعض يتعملوا، وبعدين في بقى البني ادم من جوه انت كمان بتتعمل. ابوك بيتكلم ازاي، امك بتتكلم ازاي، الناس حواليك عاملين ازاي، بتسمع ايه الكلام اللي انت تسمعه، ايه نوع الحاجات اللي انت بتتفرج عليها، ايه الالوان اللي انت بتشوفها، وبيقعد يتعمل 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 يتعمل. فتشوفي العيل الصغير بعد شويه لو ابوه بيطجن في الكلام تلاقيه بيطجن في الكلام. امه راقيه كده ولذيذه تلاقيه راقي ولذيذ. بيتعامل البني ادم. فالفكره دي فكره مهمه جدا للانسان، انه يفضل طول الوقت واعي انه بيتعامل، ومش بقى يعني مش زي بقى بنعمل كيكه فعملناها ودخلناها الفرن خلصت هي دي كيكه بقى تجرب واحده ثانيه. لا، انت بقى ما طول الوقت بتطبخ، طول الوقت في الفرن، طول الوقت على الحله، طول الوقت بتتاكل منك. ما انت المنتج بتاعك ده الناس بتاكله، اللي حواليك بياكلوه. فلو وحش بياكلوه، مملح بياكلوه، دلع بياكلوه، بتطجن بياكلوه، رقيق بتاكلوه، طيب بياكلوه، وحش بياكلوه. فاحنا عايزين نفضل واعيين الحكايه دي، اننا حاجه دايما بتتعمل وتدوق. كأن لو الواحد عنده القدره انه يحط صباعه في نفسه كده ويروح دايق، هو ده اللي بيحصل طول الوقت. طبعا هو البني ادم وهو صغير جدا بيعمل فيه، يعني انت وانت صغير بتطلع تلاقي بقى الحاجات اللي حواليك دي هي اللي بتدخل فيك، واصلا انت اللي محطوط فيك بقى جيناتك، درجه ذكائك، مخك شغال ومش شغال، حلو ولا مش حلو، ما الحاجات دي هتاثر هتغير فيك. وبعدين لما بنكبر هو ده الوظيفه بقى، تبدا الوظيفه بتاعت ان انت بقيت انت هتبدا تشترك في الطبخ. الاول وانت صغير انت بتشتركش في الطبخ، وانت بتكبر معنى انك بتكبر انك بتشترك في الطبخ، انك دلوقتي كبرت. يعني عشان ما يبقاش يعني الموضوع يعني ايه اصل بس احنا كلنا طلعت لقيت الناس كلهم بهايم اللي حواليك. طب انت ممكن على فكره تختار بقى تبقى يعني مش بهايم، ممكن تختار ما تبقاش. عشان ليه الحكايه دي ربنا عملها بالبني ادم؟ عشان انت هتطلع احنا هنحاسبك انت على افعالك. مفيش حاجه اسمها هذا ما وجدنا عليه ابائنا، ولا فيما ترى الله فيه، ولا في غيره. وانت بتاكل كده ليه؟ اصل هذا ما وجدنا عليه ابائنا. وانت ليه بتاكل اكل وحش المضر ده؟ عشان اصل هنا عندنا في البيت بنعمل كده. وانت ليه بتكلم الناس كده؟ عشان متعود ان ابويا بيكلم الناس كده. وانت بتكبر بمسؤوليتك بتبدا تزيد شويه حته 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 لحد ما يكتمل نموك. دلوقتي مسؤوليتك بقت كامله، انا ماليش دعوه بقى حضرتك ان انت متعلم كده، بقيت انت كمان انت شفت موجود طرق تانية في الدنيا، موجود ناس تانيين بيعملوا حاجات تانية، بقى من ضمن مسؤوليتك ان انت تبقى احسن طبخه ممكنه. يلا دوق. وانت صغير كمان بتعرفش تدوق قوي، وانت بتكبر بتبدا تعرف تدوق، لانك بقى عندك قدره انك تدوق الناس، بتميز الحاجات، بتميز ان الشخص ده ايه ده، الشخص ده مختلف عن الشخص ده، مختلف عن الشخص ده، وانا عايز يبقى طعمي ايه، هو انا عايز ابقى مين فيهم. لو في حاجه عجباني عند حد، ايه ده الحاجه دي حلوه، الراجل ده بيعامل مراته بطيبه، الست دي بتعامل ابنها باحترام، البتاع ده بيعامل الشارع بكذا، الشيء ده بيكلم القطه بطريقه حلوه. ما نتعلم. هو ده البني ادم اللي بيقعد يطلع طبخات حلوه، اللي عمال يتعلم ازاي يطبخ احسن، ازاي يبقى احسن، عاوز ابقى طعمي احسن.